عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في خير وفي نعمه وفي صحه جيده، ان شاء الله نهاركم زين وعين وورد على الخدين. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في خير الخيار. مرحبا بكم الناس الكل. هاني جبت لكم وصفه تقليديه من قاع الخابيه كما يقولوا، وصفه جدود. اكيد هي دارت برشا في برشا مواقع، برشا عباد، كل واحد كيفاش طريقته، كيفاش يطيبها، كل واحد وكيفاش يعملها، اما تقعد في الاصل وصفة تونسية بحتة. اللي سماها شبتية تونسية، اللي سماها شبتية ساحلية، كل واحد شنو التسمية متاعه. اما انا حبيت نسميها الشبتية التونسية الاصيلة متاع جدود، متاع كما نقولوا فيها متاع كباراتنا، متاع امهاتنا. حبيت هذيا كما نقولوا ديديكاس نهديها للاخوات الجزائريات اللي قاعدين برشا يتفاعلوا معايا ويطلبوا فيا في برشا وصفات تونسيه يحبوا يجربوهم، ولا المغرب العربي بصفه عامه. باهي برشا كي نعملوا حاجات كما نقولوا ونعرفوا بالطبخ التونسي، نعرفوا باكلاتنا التقليديه اللي كبرنا عليها، اللي يعملوهم قبل جداتنا ويعملوهم امهاتنا. ميسالش كي نتبادلوا مع بعضنا الاكلات التقليديه هذه والوصفات التقليديه، احنا نجربوا حاجه جديده وهما زادا يجربوا الاكل التونسي، بما انه اكثريه يعني الزوار اللي يجيوا لتونس هما الاشقاء الاخوه الجزائريين. نحب نرحب بهم بالطبيعه بالمناسبة نرحب زادا كيف كيف بالأشقاء الليبيين المغاربة، من كل بلايص الكل حسيلو، من المغرب العربي بصفة عامة. حبيت نقدم لكم الوصفة هذه بكل تفاصيلها. غسلت هنا السلق، خذيت، هو من المفروض الشبتية راهو تجيب الشبت، بما انه ما لقيتوش مش متوفر، غسلت السلق مليح 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 3 4 مرات، قصيته جويد بالكدا بالكدا وخليته في الصفايه يسقطر. بعد رجعت لهونية قصيت شويه شحم الابيض هذاك اللي تراو فيه، هذاك شحم، والا ليا تنجموا تاخذوا شويه من عند الززار تقولوا اعطيني شويه شحم ولا شويه ليا، خاطر تنكه برشا وتعطيها مطعم اخر مخالف على الاخر على الاخر. قصيته جويد بالكدا بالكدا بالكدا. زدت الحمص بالطبيعه نحيت له القشره نتاعو وخليته هكاك مقسوم على زوز باش يطيب بالطبيعه، ما كثرتش برشا برشا. وفوحت الخليط هذاك وحده اللي هو الشحم، الحمص، مهريس، ثوم كما نعرف انا، تعرفوا توا وقت الثوم مازال فري اخضر بنين وفاوح اكل قوي على الاخر. شنو اخر؟ وفوحت ملح، كرويه، فلفل احمر، كركم. حطيت هكا شويه هكا زيت مش برشا باش الخليط هكا، خاطر هو بطبيعته الشحم هذاك من بعد كي باش يتقلى باش يسيب الزيت نتاعو، اما حطيت شويه هكا باش يتلمني الخليط. كهو فوحتهم هذوكم مليح 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 مليح. ورجعت هونيا توا جيت للمعدنوس اللي هو يلزمو يتخدم بالكدا بالكدا، بما انه انا ما عنديش كونتيتي كبيره ياسر، عملت كان ربطشين هكا، دونك ما فماش علاش باش نحط نرحيه. دونك شديت خدمته بيدي هكا، تبدا تخدم فيه مليح 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 هكا، تخدمه مليح، تبدا هكا تنزل عليه باش يترخف وباش يزيد اكلي يتفتفت هكا، يولي اوموجين كله يتخلط في بعضه، ما يبداش ياكلي هكا واقف هكايا، باش الكعبه اكلي تجي ملمومه هكا، تبدا كيما نقولوا فيها هكا مسطره تسطيره هكا، تكون مصوره هكا بالقلم. عسيلو تنجموا ترحيوه اللي عنده هشوار، مش ترحيه راه تردوا ماء هكاك ما عادش يتلملك، دونك يلزمو كليه مقصوص جويد على الاخر على الاخر، والا ضربه هكا خفيفه في الاشوار وتعدي، باش هكا كي تتلم الكعبه هكا تبدا كلها هكا ملمومه في بعضها، منظرها يبدا هكا مزيان، فهمت. حطيت انا دونك هنا الكونتيتي ماهيش برشا كما قلت لكم، بشويه بشويه هكاكا، وبديت اللي نخدم فيه بيدي هكا تمرسو هكا بيدك مليح 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 هكا، كأنك تعجن في العجينه هكا، لين يتلم الكل وهكايا الكل يترخف هكايا ويسيبك الماء نتاعو، ومن بعد كي باش تزيدوا الخليط وتكعبروا وتلموا هكا، تشوفوا من بعد النتيجه كيفاش. عسيلو بعد ما لميته هنايا بالكدا بالكدا، باش نزيد له الخليط اللي هو الشحم هذاك، والا اللي يحب اللي نتاع العلوش، بزيد راهو تحب بزيد ثوم، بزيد كرويه، انا التبل راني ما نحبوش، اللي يحب يحط تابل وكرويه عنده كما نقولوا فيها الفيفر ينجم يحط اللي يحب عليه هو. بالنسبه لي انا راني عملتها بالطريقه نتاعي انا، شويه الزيت هذاك حطيته خاطر فما فاح لاصق الغديكه هكا باش نمسح بيه المعدنوس باش ما يقعدش الفاح الكل يمشي هكاك في الماعون،
كهو توا باش نخلّط هاذوما الكل مليح، 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 نعجنهم عجنين هكايا de telle façon يتخلّط الشحم والحمص واللفاح والمعدنوس كلهم هكايا ياخذوا النكهة مع بعضهم مليح، 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 بالطبيعة. وباش نزيد بالطبيعة من بعد البصل اللي هو زادا باش يتقص جويد على الآخر هكا بالكدا، بالكدا، نفس الشيء اللي يحب يرحيه في الهشوار ما فما حتى مشكل، تعاون راهي على الآخر، على الآخر اللي باش نقعد تضيّع بيه الوقت هكايا. كي تبدا عندك بالطبيعة يعني كمية كبيرة، أما كمية صغيرة كيف ما هكايا جوست عشانها راهو هذايا فهمت. تنجموا راهو تعملوا كميات كبيرة ويتعملوا هكايا يتقلاو، ومن بعد تعبي في الساشي وتحط في الكونجيلاتور وقت الحزة كما نقولوا، وقت اللي ما يعينكش مثلا باش تعمل تطيب، ولا مثلا عندك حاجة هكا باش طيب كسكسي، باش تعمل جوست شكشوكة ولا حاجة هكا اللي مزروبة فهمت، تجبد من الكونجيلاتور تعمل هكايا تك تحطهم طيب حاجة وتزيدهم إضافة كسكسي أي حاجة يمشيوا مع كل شيء. المهم قلت لكم انا كونتيتي ماهيش كبيره برشا، جوست قطشينا كهو يعني ربطشينا كهو حزمتي اللي هكا باللغات الكل باش اللي باش الناس الكل تفهمني، ومش برشا معناها جوست عشاء وكهو. خلطنيش هونية تو الخليط هذاك يتمازج هكايا في بعضه الكل وخذا النكهة الكل، رشيتش عليه شوية سميد من فوق. توا باش نحط العظم راهو ما تحطوش كله مع بعضه هكايا بكونتيتي كبيره، مثلا تحطوا زوز ثلاثه اربعه، تبداو تتبعوا بالكعيبه بالكعيبه. حطيت العظمه الاولانيه باش نبدا نخلط ونشوفك اللي يتلم الكونسيستونت نتاعو باهيه والا لا. ما يلزموش يكون شايح باش من بعد ما تجيش كلي ساك الكعبه، وما يلزموش يكون طري برشا برشا ترسي لك من بعد عرفت شنو اللي يزيد الماء يزيد الدقيق ترسي لك تلفق، ومن بعد ترسي لك تكثر في السميد يولي مطعم الكل عباره تاكل في السميد مقلي. تزيد بشويه بشويه. هاني حطيت لك عيبه الاولى توا زدت لك عيبه ثانيه هكايا يظهر لي كيما نقولوا الكونسيستونت نتاعو باهيه سافا، باش نخليه يرتاح شويه، خليه يزيد يتشربك النكهه هذيك ويتجانسك اللي تشد في بعضه الكل فهمت. لو طون اللي انا حضرت القلايه حطيت فيها الزيت، ومن بعد نرجع باش نبدا كيما نقولوا فيها نبدا نكعبر بالكعبه بالكعبه ونحط نقليه. حاسيلو هو راهو الأصل متاعو نورمالمون الشبتية هي اسم على مسمى، نورمالمون يجيب الشبت، راهو الشبت اللي تزيد يعطيه نكهة وبنة أخرى فهمت. أما الله غالب مش متوفر دونك وليت مشيت أموري بالسلق. كيف كيف لمحل بريسك يعني مش يعني ما يفرقش ياسر ياسر فهمت. يعني نفس النتيجة في الآخر. شنو الحاجة كما قلت لكم اللي باش تبنن وتعطيه نكهة أكثر اللي هي الشحم وإلا اللي يبنن على الآخر على الآخر على الآخر، حسيلو بنة عالمية فيه ماهوش مكلف. الشحم وإلا اللي تلقاها كما قلت لكم عند الززار تنجم تمشي تاخذها بالفلوس يعطيها لك حتى بليش. أنا ديجا تعديت له مد لي سامسونج باهية، خذيت منها اللي حاجتي بيه هنا حطيته في الشبتية والباقي حطيته في الكونجيلاتور. ان شاء الله تو نستعملوها في وصفه اخرى زاده. جوست شنو انتم تبعوا معايا، اعملوا برشا كومنتات، اعملوا برشا جيمات، اعملوا برشا بارتاج للفيديوهات باش يزيدوا يتشافوا وتزيد تشوف يعني برشا ناس مازالت مش وصلت لهم القناه. انتم بالطبيعه باش تعاونوني باللي كومنتير وتعاونوني بالبارتاج نتاع الفيديوهات باش يزيدوا يتشافوا. نحب نرحب بالناس الكل بالطبيعه اللي زادوا دخلوا لي القناه، نقول لهم مرحبا بكم نورتوني، وان شاء الله ربي يديمكم وربي يفضلكم ويديم المعروف بيناتنا. ان شاء الله نستفيدوا من بعضنا، ان شاء الله اللي عنده تعليق ولا عنده ملاحظه فما حتى مشكل تنجموا تخليوا لي في لي كومنتير. وبالنسبه لخياتي التوانسه وبالنسبه للاخوه زاده كيف كيف وجيراننا اشقائنا سامحوني الجزائريات اللي برشا متفاعلين معايا زاده، ونحسهم اللي هكا يعجبهم المطبخ التونسي، تعجبهم الكوجينه التونسيه والماكله التونسيه. نحب نرحب بكم الكل ليكا، مرحبا بكم في المطبخ التونسي، مرحبا بكم في تونس. وماذا بيا تشاركونا مثال جربوهم الوصفات هذوما حتى بدي كونتيتي صغار هكايا. يعني اللي اول مره مثلا حاجه ما تعرفيش تاخذ مثلا كونتيتي هكا كميه صغيره تجربها، يسوفي نجحت معاها وبقدره الله تنجح معاها. مثالش يعني تنجم من بعد يعني تكثر في الكميه. جربوا مثالش ما تخافوش ما تترددوش ما تندموش بحول الله باش تعجبكم الوصفه. وانا متاكده اللي يعني الماكله التونسيه الكوجينه التونسيه تعجبكم برشا برشا. كما يقولوا يعني نتبادلوا الثقافات ونتبادلوا الزيارات ونتبادلوا الاكلات زاد كيف كيف ما فيها بيس كي احنا نجربوا يعني ماكلة يعني أكلات ومطبخ تونسي الواحد جزائري بليتو، وإلا أكلات متاع بلايص أخرين مثلا بلدان أخرين. ميسالش كي أنتم زادا تجربوا الوصفات التونسية.
هكاكا واحد يكون كيما نقولوا فيها جيران بالفم وبالملاء مش جيران بالاسم وكهو، نتزاوروا ونذوقوا ماكلة بعضنا زادا ونجربوا ماكلة بعضنا كيما نقولوا ناكلوا الماء والملح وربي يجي من المحبة ويجي من المعروف إن شاء الله. يا سيدي مو حطيت غاديكا شبطية قاعدة ترتاح، قلت نرجع هنايا شو نعمل باش نعمل لها شكشوكة، بما أني أنا الكسكسي ماني طيبته في القناة الأخرى بالطبيعة، اللي ما يعرفش القناة الأخرى عندي القناة الأولى اللي هي متاع روتينات واليوميات اللي هي يوميات شوشو، نخلي لكم الرابط في تعليق مثبت، تنجموا تمشيوا تعملوا طلة غاديكا، تعملوا اشتراك زادا وتتفاعلوا معنا. بالنسبة لي اللي جاوني أول مرة هنايا وما عندهمش فكرة، تو تلقاو الغاديكا اللي انا طيبت في الروتين نتاع البارح. نهار الأحد عملت كسكسي، قلت انا عملت كسكسي نهار الأحد باش نزيد نعاود نعمل كسكسي مره اخرى هنايا، مش مشكله تو نعمل معها شكشوكه. بالنسبه للشبتيه راهي تمشي مع شكشوكه كيما هكايا، تمشي مع كسكسي. تنجم تعملها مقليه ولا تنجم تعملها مفوره، بالنسبه للي ما يحبش المقلي معناها متعدده الاستعمالات. حتى مثلا ما تحبش ترميها مثلا في مرقه، في جلبانه، في شكشوكه، في كسكسي، تنجم حتى تتكل هكاكا، راهو ما فما حتى اشكاليه، يعني تمشي لجميع الاستهلاكات وجميع الاستعمالات. يعني عادي ما يقلقش. فهمت اش عملت انا؟ كنت باش نعاود كسكسي سي با لا بين، برا نعمل معها تويكا شكشوكه هاكا هذيكا مع كعيبات شبتيه بن نودكم ومن شهيكم. شكشوكة ماكم تعرفوها ديجا، حاجة اللي سهلة على الآخر، ما فيها حتى شيء، بصل طماطم، طماطم كونسونطري، فوحتها بزيت ثوم. بالطبيعة الأكلات هذوما راهم التقليديين يعتمدوا برشا ثوم وكروية، يزيد يبننها الماكلة على الآخر على الآخر. الهريسة العربي الحقيقة أنا ما حطيتش لا في الشكشوكة وما حطيتش منها زادة في الشبتية، خاطر ماهيش متوفرة عندي الوقت الحالي. أما اللي يحب يحط، وهي إلفو ميو يجي فيها هريسة عربي. تبدا هكا مفوحه كما نعرف انا هكا على اصولها، تبدا بالثوم وتزيد تبننها، عرفت شنو تهبل تجي. اما انا ما عنديش، وليت يعني اكتفيت كان بالفلفل الاحمر. حسيلو هوني بعد ما كان حطيتها كالشكشوكه طابت، ارتحت عليها، حطيتها الغادي، قصيت لها قرين فلفل، رجعت هوني طب القليين، حطيت الزيت يسخن شويه، وتو باش نبدا نكعبر اللي تهز هكايا، تكعبر هكايا كما تراو في الفيديو، وتحط ما تعملهمش كعبر كبار ياسر ياسر، ومش اللي جويجين هكايا مع يتقليو ومن بعد يبسوا. يعني ما عندما تلقى ما تاكل تاكل كلي حاجه كلي فهمت شيحه. تبدا كعبه هكا موين، تبدا تكعبر وتحط، تسخن لها الزيت شويه، ما تحطش الزيت اكلي افون زيد يبدا كلي يحرق سخون برشا، تتحرق هكاك وتقعد لك نيه من داخل. وكيف كيف ما تخليش النار ضعيفه زيد يبرد الزيت وتتبقبق وتتعبي لك بالزيت، زيد تلقاك تاكل من بعد تبدا زيت صافي. تسخنوها بالكدا وبعد تحطوا بالكعيبه يعني افو موين، نار متوسطه. وكذا سهله ما فيها حتى شيء. بالنسبه لي يقول لي كيفاش فيها الحمص، راهو عادي برشا يجي فيها الحمص مادام هو مشقوق منحي القشره نتاعو، تو تاكلوه من بعد وتلقاوه طايب واموره واضحه، راهو ما فيه حتى اي مشكل. كهو حاسيلو البنات. هذه كانت طريقتي في الشبتيه بالطبيعه. اللي أول مرة يعني تتفرج فيها، وإلا اللي ما تعرفهاش، نحكي بالطبيعة على اللي ما يعرفهاش وإلا عمره ما جربها وإلا يخاف باش يجربها. أنا نشجعك من يعني من بلاصتي من هوني، نشجعك نقول لك ما تخافش، سورتو الكوجينة راه ما تخافش منها، يعني كريتوها كيفاش منظرها يشهي وريحتها عادة مش تشهي بركة، ما نحكي لكمش على الريحة كيفاش فاحت في الدار ما شاء الله، وبنينة بصراحة. فما طريقة أخرى بالطبيعة، راهو قلت لكم البنات اللي يحب يفورها نجم تفورها راهو في الكسكاش إن شاء الله بحول الله، تو نعملوها مرة أخرى أما مش مقلية، نعملوها بطريقة أخرى. جست هوني نزلت عليها شوية هكايا، نحبهم يطيبوا الكعبات كيما من برا كيما من داخل، ما تقعدليش نية من داخل، اي سورتو فيها العظم. قلت لكم جربوا البنات، جربوا ما تخافوش في الكوجينه، ما يسالش، خذوا المهم تاخذوا دي كونتيتي صغار تجربوا بهم بشويه بشويه. يا اخي كما نقولوا فيها مش الكلنا تخلقنا نعرفوا نعملوا الحاجات هذوما ولا نعرفوا نطيبوا، خاصه كي تبدا حاجه كلي زمنيه هكايا قديمه. هكا تعلمنا على اماتنا وعلى جداتنا، نحطوا بشويه بشويه، نحطوا يجينا نجربوا بشويه، المره الاولى المره الثانيه لو بد باش تختف من بعد وتنجح. خاصة هذوما حاجات ماهمش كومبليكي وكلي صعابة كلي بالحق واحد باش يخاف منها، مثلا تبدا حاجة كلي كاليبر هكايا فيها برشا مكونات وفيها برشا مراحل، اسهل مسهل ما فيها حتى شيء. جربوا وكما نقولوا فيها وما تندموش بحول الله.
هونية كملت البارتي الأخرى، هاكا ريتهم الكونتيتي هاذيك نتاع قطشين، ربطشين، حزمتين معدنوس. قعدت نعاود فيهم حزمتين معدنوس هاكا طيحوا لي الكونتيتي هاذيك بسم الله وما شاء الله نزلت فيها البركة، مع فيا مشكشوكة بنة ما نحكي لكمش هذاك هو. حسيلو إن شاء الله يكون واضح الفيديو، إن شاء الله الوصفة زادة كيف كانت واضحة، التفسير كان واضح، بنينة برشا، جربوا ما تندموش البنات. كان وصلتوا معايا هونيا ما تنساوش البارتاج، ما تنساوش الدعم، ما تنساوش لي كومنتير المزيانين. تنخلي لكم الرابط بالطبيعه نتاع القناه الاخرى، زاده تعملوا طله في القناه الاخرى على الروتشين وعلى الفيديوهات اللي قاعدين يهبطوا بالطبيعه، نحكي للجماعه اللي دخلوا لي اول مره. ما تنساوش تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يجيكم الجديد. كلكم باي باي وفي الامان وبسلامه.